هل يجوز الإنكار على من يدخل الانتخابات؟ على من يدخل الانتخابات. على من يدخل الانتخابات هل يجوز الإنكار عليه؟ فهناك بعض الذين يضعون الشبه ويقولون نحن عندنا فتاوى الشيخ بن باز، وعندنا فتاوى الشيخ العثيمين، وعندنا فتاوى الشيخ الألباني، يتحججون بهؤلاء الألباني ما يجوز الانتخابات، عرفت؟ هذا حرمة فتاوى، وابن باز وابن العثيمين فتاواهم قديمة، يعني مبنية على تلبيسات الأخوان وكذبهم ودجلهم. بارك الله فيك. ونحن إذا دخلنا نزيح الأعداء بارك الله فيك من البرلمان، خلاص يصبح حكم إسلامي. فإذا كان كذلك هذا كذابين. الآن من 8 سنة يدخلوا في الانتخابات ولا شيء، ما يزالوا إلى الحدار والانحرافات. بارك الله فيك. نحن يا شيخنا الله يحفظكم نحن نعلم هذا الكلام، لكن هم يتحججون يا شيخنا وتارة يأتون بكلام مبتور. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المقياس. وهذه وعليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهذا منهم تبعية خبيثة عمياء لأعداء الإسلام. والطريق الإسلامي للوصول إلى رئاسة الحكم هو أن يكون هناك علماء أتقياء عدول فضلاء ينتخبون شخصا عالما عاقلا فاضلا يصلح لقيادة الأمة. هذه الطريقة الإسلامية تركوها وراحوا طرق أوروبا، يقولون قال ابن باز قال فلان. هذا اجتهاد منهم بناء على تلبيسات وحيل. بارك الله فيكم. وما يحققون شيء، ما يزيدون مبادئ الغرب إلا ترسيخا وإبعادا للإسلام. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. أما الإنكار إذا كان علانية ويترتب عليه مفاسد فابتعدوا عن الأشياء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شرط المنكر يتغير المنكر ألا يترتب عليه منكر أكبر منه. وإذا كان يترتب عليه إسكات السلفيين مع الحركة والدعوة، يعني اللي يجلس عندكم بالإبرة مع المنابر وكذا. وإذا كان ما يترتب عليه شيء بينا خير من ذلك. بارك الله فيك سعادة الوالد. يعني سؤال يعني ربما يكون يعني منشق من سؤال الأخ بارك الله فيك. يعني الآن بعض الأخوة يقولون إذا تركنا الساحة الآن للحزبيين، إذا تركنا الساحة إلى الإخوان والحزبيين ودخلوا الانتخابات فالسلفيين أو السلفيون لن تكون لهم شوكة، يزيلونهم من المنابر ويوقفونهم عن التدريس وتوعية الناس. إذا السلفيون وقفوا صف واحد ودخلوا في الانتخابات ورشحوا من يظنون فيه خير ويتركهم يدعون الناس فهذا يكون أفضل. إذا رشحوا واحد فيه خير يقدر يغير ما قام عليه هذا الدستور وهذا الفساد؟ لا يكفي. الذي يدخل معهم سيمشي معهم رغم أنفه. إذا نجح في الانتخابات سيسايرهم في كل ما يريدون ولا يقدر يعارضهم بشيء. نحن شيخ هذا كذب الشيخ، لا تصدق الأكاذيب. نحن رددنا عليهم هذا الكلام وقلنا لهم إن أول ما يدخل الانتخابات الألباني ما شارك في الانتخابات في سوريا وكان دعوته ماشية، ودعوتكم في ليبيا إن شاء الله تمشي إن شاء الله. ما يقدر يتوجه أحد. هم يقولون يا شيخ الآن أنت من المروجين للانتخابات. أيوة مش كذا؟ لا هو يأتي بحججهم. لا وراغب فيه. يأتي بحججهم يا شيخنا يترد عليها. منذ قليل يا شيخ كنت أناقش بعض الشباب في المسجد الحرام إخوة ليبيين، يعني حججهم أنه لو تركنا الساحة السلفيون سيكونون كما كانوا في عهد الماضي، يعني الفترة المدة الماضية. وإذا دخلوا يظنون أنهم يعني يا شيخ يدرؤون المفاسد. هذا كذب في كذب. عندنا شيء. والذي يدخل معه في الانتخابات أول شيء يقسم على احترام الدستور وتطبيقه. نعم. يعني أول شيء يفعله القسم على احترام الدستور الكفري وتطبيقه والتزامه. نعم. بارك الله فيك. والسمشي معكم. إذا كان بارك الله فيك السلفيين عندهم قدرة
بارك الله فيك يقعدون هؤلاء لا بأس لكن ما عندهم. يا شيخ الناس العامة تقول لك إن خليتوا الإخوان مجال فتحتوهم. نعم. الناس العامة. موسى بنو إسرائيل في حكم فرعون لو أراد فتح لهم الباب كان يدخلوا في الحكومة بالدولة. بارك الله فيك. ولو عندهم رغبة كان يدخلوا فرعون، دخل قارون في الدولة وصار من أنجس منهم قارون. فأصحابنا يسمحون مثل قارون في مجلس الانتقال في المجلس هذا. بارك الله فيك. يعطوه سيارة ويعطوه فلوس خلاص مشى معهم. ما قدر بعد يترك مصالحه. شيخ تجربت عندنا عند بعض الزعماء أنصار السنة عندما دخلوا مع البشير جرف في كل مكان، في الكويت، في سوريا، في اليمن، في كل مكان يجرب. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اتبعوا ما أنزل إليكم. حذر رسول الله من البدع وهذه من أخبث البدع. بارك الله فيك. أنا أدخل معهم في المولد وبعدين أصلحهم. أدخل معهم في طواف على القبور وأصلحهم. مثل هذه الأشياء. شبه جماعة التبليغ يطوفون مع الناس مع القبوريين، هم قبوريون. ليش يطوفون معهم؟ كانوا يصلحهم. ما أصلحوهم بارك الله فيك من ذقام الدعوة ثم إلى الآن. ما ازدادوا إلا فسادا وهم أفسد منهم. شيخنا عندما قام طلبة العلم بالإنكار. نعم. عندما قام طلبة العلم بالإنكار. عندما قامت إيه؟ قام طلبة العلم بالإنكار عن الانتخابات. وبعض الخطباء قاموا بإيقافهم وإنزالهم من المنابر وإيقاف بعض طلبة العلم. قاموا بإيقاف طلاب العلم. قاموا بإيقافهم. منهم مصعب وأبو حذيفة. أنا قلت لكم من الأول. نعم. إذا كان يترتب عليه شيء يضركم اتركوه، لا تجاهروا. أنكروا اللي يسألكم أخبروه. قام الشيخ مستجاب باشتراك جديد بيرجع. طيب ولو كان واحد في المجلس ما يوقفوهم؟ لو كان واحد منهم في المجلس ما يوقفوهم؟ يوقفوهم. قام المستشار شيخنا بيرجع هؤلاء طلبة العلم. شوف الدعوة السلفية في حكم ليبيا المستبد انتشرت. الله أكبر. بالإخلاص. الله أكبر. أخلصوا لله والتزموا منهج السلف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. هي هذه تقوها. بارك الله فيك. انتشرت الدعوة السلفية في ليبيا أكثر من أي بلد. الحمد لله. كثر ما يشتد عليهم قد ما يقبلون الإسلام والسنة. الله أكبر. بارك الله فيك. مشكلة ولا لا؟ هذا تجربة هذا. نعم شيخنا. قام مستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس. مستشار مصطفى عبد الجليل بيرجع. ما أفهم كلامك. قال لك سمعي في خلل. خير إن شاء الله. لو تتكلم باللهجة الليبية ما أدري إيش تقول. الله يعافيك. مستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس. يقول المستشار رئيس المجلس. سعادة المستشار مصطفى عبد الجليل يقول لك أن سعادة المستشار مصطفى عبد الجليل قام بإرجاع ضربة المستشار. نعم. قام بإرجاع ضربة العلم. رئيس مجلس الانتقالي. ما ضبط هذا. قام بإرجاع طلبة العلم. إرجاع طلبة العلم. نعم. رجعهم من المنابر. إرجاعهم إلى أين؟ المنابر. الحمد لله هذا من فضل الله. نعم شيخنا. وقال أنتم السلفيون أنتم على الحق عليكم بالدعوة. الله يثبته. نحن نطلب منه ومن عقلاء ليبيا أن يطبقوا الإسلام. الله أكبر. وأظن أن التكفيريين قاموا بمظاهرات وحركات أمس في بنغازي وطالبوا تطبيق الشريعة الإسلامية. بارك الله فيك. لعل الله ينفذها وإن كانوا ضالين في تطبيق الشريعة الإسلامية. بارك الله فيك. إذا استجاب هؤلاء الحمد لله. ولو كان طريق هؤلاء في ضغوط السلفيين عندهم كثرة. بارك الله فيك. طلبوا من الدولة تطبيق الإسلام. نحن مسلمون بارك الله فيك وشريعتنا إسلامية وما نريد أي شريعة أخرى. هذا تشريع الغرب، تشريع الكفرة والماسون. بارك الله فيك. لا نريد. إذا شعروا بالجد والله يمكن يخضعون. إذا كان هناك سواد الناس وكثرة الناس يطالبون بتطبيق الشريعة ولو على المنابر طيب جدا. شيخنا جزاكم الله خيرا.
هل تنصحون بالتتلمذ على الشيخ أبو مصعب مجدي حفالة؟ لأن بعض الناس أبو مصعب؟ نعم. باله. وجدت بعض الأخوة هنا في الحرم يشككون فيه ويقولون أن العلماء قالوا لا تتلمذوا عليه. جاءنا أبو مصعب وأبو الفضل وأبو أحمد صالحنا بينهم وتآخوا عندنا. الله أكبر. وإن شاء الله ما يختلفون. اتركوا هذه الحركات واتركوا هذا التفريق والتمزيق. الله أكبر. بارك الله فيكم. حياكم الله. الله يبارك فيكم. شيخ بارك الله فيكم. أنا أبغى أنزل الحرم. آخر سؤال هذا وأبغى أنزل الحرم. الله أكبر. تفضل. رجل أحرم من الميقات يا شيخ. ها؟ رجل كبير في السن أحرم من الميقات. ها. ولما وصل للحرم يعني تعب، فمشي للفندق ونزع الإحرامات نتاعه ولبس يعني ملابس العادية. وبعد ما نام رجع إحراماته ومشي دار العمرة نتاعه، فشنو عليه يعني؟ عليه فدية. عليه فدية. بارك الله. حياكم الله. أنا أستأذنكم. خلاص ها؟ يعني له أسبوعين من الحرم، أكثر من أسبوعين. إذا قررت نمشي الحرم. سامحوني. يكفي ما حصل، سامحوني. والله كثرة الكلام يضرني. جزاك الله خير.